2021 خسرنا رفيقتين، رفيقة هند والرفيقة اللي معها الكوادر تنظيميين داخل منطقة الدشيشة. ولاحظنا بالأيام هاي كمان الرفيق محمد بوزان كمان خسرناه. فالمستهدفين هن الرفاق التنظيميين داخل المنطقة هاي، الرفاق اللي عم يشتغلوا بالتنظيم. فالجهة اللي حاولت أو اللي اغتالتهم إن الجهة متقصدين الرفاق اللي عم يشتغلوا بمجال التنظيم أو مجال الكوادر التنظيمية داخل المنطقة. فواجبنا نحن كأهالي نوقف على الشيء هذا. اللي موجودين أكثر من فئة عم تحاول تخرب هالمنطقة، درع فرات، جيش حر، الإيرانيين، حزب الله، يعني بشكل كامل عم يحاولوا تخريب هالمنطقة. نحن كأهالي نعرف منطقتنا، نعرف الشعب اللي موجود بمنطقتنا، الشخص الغريب نقدر نميزه ونعرفه مين هو. فواجبنا نوقف على الشيء ونعطي تكميل لرفاق الأمنيين بأي شخص غريب يتواجد بهالمكان أو يحاول تخريب هالمكان أو استهداف الأشخاص اللي عم يشتغلوا ويأسسوا هالمكان هذا. بالنسبة للاستهدافات الأخيرة التي تطيل كوادرنا المدنية الفعالة في منطقتنا، هي لبث الذعر والخوف في قلوب الأهالي، وهي لنشر الفوضى لضرب مشروع الأمة الديمقراطية في مناطقنا، واستهداف الشهيدات هند وسعدة كان لضرب حركة المرأة. واليوم نشاهد نفس الوضعية، اغتيال الرفيق محمد بوزان في نفس العملية، وهو أيضا لضرب أمن واستقرار المنطقة. ونحن باقون ومستمرون على نضال الشهداء وعلى طريقهم، واستشهادهم لا يزيدنا إلا قوة وإصرار. طبعا بعد الإنجازات اللي حققتها الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا، ونخص فيها مناطق جنوب الحسكة بالأخص، يعني كشعب عشائري أو كعرب بالذات، يعني حققت إنجازات كبيرة. ولكن نرى العدوان الذي يحاول كسر إرادة الشعب. بالبداية حاول كسر إرادة المرأة في عام 2021 باستهداف الرفيقات هند وسعدة الرياديات في منطقة الشدادي. طبعا هذا الشيء ما زادنا الا اصرار وقوه للقضيه اللي نحن ماشيين بها، القضيه الامميه اللي اعطانا اياها القائد عبد الله أوجلان. هذا الشيء ابدا ما يكسرنا ولكن يزيد من اصرارنا. طبعا من فتره ايام قليله ايضا احنا ما نقدر نقول بس الخلايا النائمه او الدواعش اللي موجودين بالمنطقه واللي ما نعرف اين متواجدين، نقدر نقول بشكل عام باستهداف الرفيق بوزان بمنطقة الشدادي. طبعا هذا الشيء ما يأثر علينا أبدا، صح خسرنا رفيق من رفاقنا ولكن يزيدنا إصرار أيضا. طبعا نحن ما راح نوقف عند هاي النقطة، ونتمنى من أهالي منطقة الشدادي بشكل عام، إذا مثلا نحن كأولاد أو كأبناء منطقة نشوف أي شخص غريب يدخل إلى المنطقة، طبعا احنا ما نأذي حدا، نعرف إنه مشروع الأمة الديمقراطية ما يأذي أي شخص إن كان، ولكن نشوف إذا بشخص غريب يفوت على هاي المنطقة نحاول نوصله للجهات المعنية لدراسة هذا الشخص أو لأخذ الأمن والأمان أو الاحتياط بشكل عام.